المكون من الأساتذة عبد الرحمن الدهام، مثيب الجعيد، ومحمد الجمل، وصافرة انطلقت قبل لحظات تطلب من كابتن كل فريق التقدم لإجراء القرعة بين الهلال والنصر. تقدم من الهلال كابتن بشير، ومن النصر ناصر الجوهر، ومصافحة بين الأخوين، والقرعة أخذت. بينما مساعدي الحكم أخذ كل منهما طريقه إلى الجهة المكلف بمراقبتها. هنا من ناحية كاميرات التلفزيون مثيب الجعيد، ومن الناحية الأخرى محمد الجمل. ما زال النصر احتفظ بمكانه في المربعات 1 و2 و3 و4. 1 و2 و3 و4 معناته انه شمال الملعب، والهلال 5 و6 و7 و8 يعني في جنوب الملعب. وطبعا كل فريق حارس بياخد مكانه، والساعة الإلكترونية أو اللوحة التي أمامي الآن، الساعة فيها الآن 3 و36 دقيقة. بينما كتبت العبارة التالية: الشعب السعودي يرفع أياد الضراعة بالشكر لله عز وجل بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالة الملك خالد بن عبد العزيز المعظم، أعاده الله لشعبه سالما. وكلنا بنظبط ساعاتنا، والميكروفون مع معلقنا الرياضي الأستاذ زاهد إبراهيم بوتسي. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الكبير، حي مع صفارة الحكم يباص الكرة سعد السدحان ويديها لخالد التركي، ويرجعوها على العيد الصغير تروح لخالد التركي ثاني في الدائرة، ويقطعها ناجي من الهلال ويلعب الكرة للفودة العمدة، باصيها للعمار، العمار يديها ناصر الشايع اللي بيلعبها بالعرض، يقطعها بندحم ترجع للفودة يشوطها وتطلع الكرة اوت جانبي في مربع رقم 2. العيد الصغير بيرمي ناصر، يوسف خميس فاول على ناجي. اليوم لقاء العمالقة في جدة بين الاتحاد والوحدة، وفي الرياض بين الهلال والنصر، وفي القادسية بين الأهلي وفي الدمام بين الأهلي والقادسية. وكورة مع إبراهيم اليوسف حارس مرمى الهلال، واللي عنده تلفزيون ملون بيعرف الهلال من النصر سواء نعرفهم عن طريق اللعيبة أو بالفلاعي. نعرف إنه الهلال يلبس أزرق وشرطات بيضاء، والنصر يلبس أصفر وشرطات زرقاء. والكرة مع سمير سلطان بيجري من إبراهيم مرزوق، ومع إبراهيم مرزوق والاثنين يطيحوا على الأرض، ولكن الكرة تطلع عاود مرمى. بيتحط الكرة بيلعبها سالم مروان اللي بيلعب اليوم حارس للنصر لخالد التركي، بيرميها قدام محمد سعد ومعاه ناصر الشايع، وده ناصر يهديها باصيها لعمدة في الوسط. اليوم العمدة بيلعب في الوسط في حزام الوسط، برجعها لغازي سعيد، باصيها قدام لناجي بالعرض للفودة
فوده اللي ناصر، تروح الكرة عند العمار، بيرفع اوفر هناك، يقطعه براسه عيد الصغير ومعاه وتتلعب في تسلل. مبروك سالم مروان، مبروك من ضمن الاحتياطي اللي اليوم بيلعبوا احتياطي للنصر، مجموعه برضه هنقول اسمائهم بعدين. والكرة في النص بالضبط مع الفودة لغازي سعيد، يباصيها بسرعه وهجمه للهلال، تروح لسلطان بن نصيب يحاول ويباصي نفس الوقت وتروح لعمار ويشوطها ويطلعها برا. اوت اوت. اليوم الهوا مع النصر في الشوط الاول، وفي ساعه الكترونيه اليوم في الملعب بتشتغل لاول مره، ومكتوب فيها الهلال والنصر، ومكتوب فيها 3 دقائق و43 ثانيه، واللي بيجري ده كمان اجزاء من الثانيه ما بنحصل نقوله. ويا ترى اسم مين اللي هيتكتب اليوم من اللي هيسجلوا الاهداف وهيصير اول اسم يتكتب في اللوحه الالكترونيه في استاد رعايه الشباب الملاذ. هجمه للنصر تنقطع، صح الفوضى في النص، دي للسلطان، ماشي السلطان، باصه بتترفع يخش سالم مروان ويبعد عنه وتروح للعمار مره ثانيه ويلعبها بالعرض وناجي ويعدلها وتصدق في الحيطه ويطيرها. عمار فرصه ضاعت على الهلال، والجول فرصه بدأت من الناجي لما صار قدامه، بعدين باصاه وجاء عمار حاطط رجله فيها وطيرها في السماء، في حين انه سالم مروان خرج من الجون. هجمة ثانية للهلال برضه للعمار، عمار نمرة 15 لعب الكورة للفودة، فودة بيرجع له ثاني لكن يقطعها النقر، ياخدها ويجري ويباصيها لسعد السدحان وياخدها بداح يعدلها ويشوطها هناك. طلعة ثانية للهلال، امسكها سالم ينط، امسكها نقر، فاول. اليوم حكم الفيفا عبد الرحمن دهام حكم المباراة دي. شاط الكرة لابراهيم مرزوق تطول عليه، ياخذها ناصر الشايع ويجري معاهم ويخش معاهم محمد سعد ويطلع الغول ويبعدها الغول. ابراهيم مرزوق لاعب للعمار، ياخذها العمدة، باصيها غازي سعيد، باصة طويلة لناجي بالعرض لسلطان، بيلعبها أرضية ويمسكها سالم. اللعب السريع من بدايته، وكور طلع هنا وطلع هنا، لكن احنا دايما بنقول الاهداف هي اللي بتخلي العالم دي كلها. احنا سامعين الجماهير هنا ايش بتسوي اليوم. اليوم اكبر مباراه بتتلعب هنا. خالد التركي مع الكوره وبيحاول وترجع لبداح، وبداح باص الكوره، كوره بين دحيم وسلطان، ويصفل لهم بقوه الاستاذ عبد الرحمن دهام، فتح عينك انت هو يقول لهم. الغول او بشير الغول، كرة في النص يشوط، كرة طويلة قدام عالية على راس عيد، بعيدها ابراهيم لخالد، هجمة للنصر، محمد سعد لخالد ثاني، ياخدها ويجري، يديها لسعد سدحان، ياخدها ويجري في مربع الثمانية، بيلعبها ناحية المرمى وعالية وتطلع من
على الشبكة بتنزل بس من برا، والجمهور قال ايه. شاب كرة بيجري بيها سمير سلطان، بيخش بيها منطقة الجزاء ويطلعها، طلعها بندحم كورنر. هجمة كانت للهلال ما في أحد من زملائه. اليوم سعيد ومش قاص من الهلال وشفيق من النصر، واحد ماسك جنوب الملعب واحد ماسك شمال الملعب، وبيهتفوا لفريقهم والجماهير معاهم، بيبعثوا فيهم حماس. والكرة في مربع رقم 2 في الكورنر بيرفعها سمير، بيرفع اوفر بيقطعها براسه بندحم، بعدها يجري عليها يحصلها غازي سعيد ويهديها، ما يلحقوا اللعيبه ينتشروا في الملعب. الفوضى على راس الكرة يقطعها النقر تروح لمحمد سعد، بيحاول سلطان ياخدها منه سلطان بس فاول حسب الحكم فاول. بيلعب النقر مع ابراهيم، رجعها للنقر جنبه محمد سعد، ديله هي لكن تطول، بيسيبها ناصر الشايع، بتطلع الكرة اوت. عيد الصغير بيلعب الكرة وبيصيها قدام لسعد، خالد التركي بيلعبها تاني لسعد لكن بتنقطع، يقطعها غازي بين الفوضى وغازي. وتروح الكرة هجمة للهلال وسمير يلعبها بالعرض ويطير في الهواء توفيق ويقطعها، وكرة يوسف خميس وطلع للنصر، سعد السدحان بيقودها وصفر الحكم فاول وبيقوم الحكم الرابع فلاش شنار ببعد رجال اسعاف وينتظر لغايه ما قام الاستاذ فلاش شنار. الحكم الرابع طبعا هو اللي بيتحكم في اللعب من برا، بعد رجال الاسعاف على اساس انه اللاعب قام خلاص. طبعا لغايه الحكم الوسط هو اللي يطلب، هو اللي ينزله، حتى الكره محل الفاول. خالد التركي شايفه وعد صغير جنبه والاثنين واقفين، وبيرفع عيد لمحمد سعد، ترجع الكرة تاني لناجي، يديها للعمار، عمار يبصيها لناصر الشايع، مربع 5 هجمة للهلال، تتباصى يقطعها بندحم، تصدم في سلطان تاني، يحصلها يعدلها يثبتها، يخش معاه بندحم وفاول على بندحم، فاول. الاستاذ عبد الرحمن دهان بيحاول انه يطلع اللعب نظيف، ولذلك بيتفاهم مع اللعيبه على اساس يعني نبعد عن الخشونه. فاول على النصر من مربع رقم 1. 11 دقيقه تمر، وانا ارجو انه المصورين والاخ المخرج دائما يلقطوا لنا اللوحه للجمهور علشان يصير يتابع، لانه ما في داعي احنا نقول فاضل وراح والنتيجة مكتوبة على اللوحة الإلكترونية. تتلعب الكرة من خالد التركي لسعد السدحان وبيجري عليها وبخش معاه بداح اللي بيقشع الكور أول بأول وبعدها، لكن بترجع ليوسف خميس، بتنقطع تاني تطلع اوت برضو من البداح.
الساعة قدامنا حتى الآن بتقول الهلال لا شيء والنصر لا شيء، ومر 12 دقيقة وجزء و28 ثانية من بداية الشوط الأول، وما زالت النتيجة تعادل حتى الآن. ومحطوط على الساعة كمان الجمعة اللي هو اليوم اللي احنا بنلعب فيه، وعلى ملعب رعاية الشباب بالملز. فاول بتشالي، غازي سعيد بيلعب الكرة للديال لناجي، ناجي رجعها للخلف، ياخدوها النصر ويبدا ينظموا هجمه. خالد التركي بيباصيها تنقطع، طاح العمده لكن تروح للعمار، والعمار يديها العمده ثاني في الدايره، باصيها سلطان يديها للفوده، تطلع الكرة اوت. سالم مروان بيلعب الكرة معي، يرجعها تاني لسالم، لعبها قدام ناحية سعد سدحان، يلعبها محمد سعد براسه ويفاول على بشير. الكرة كانت مع محمد سعد لكن الحكم مكتبي بشير نط في الهواء هو وسعد سدحان واعتبره فاول، وإن كان الكرة في الدائرة بالضبط بعد الدائرة بشوية في نفس قوس الدائرة. بيجيبوا النصر الكرة، بيحطها ناصر الجوهر وبيسيبها لعيد الصغير لانه عيد رجله عامله شويه ويظهر الهواء كمان معاهم، وحيشوط عيد لكن يطيرها بعيد وتطلع برا اوت. لعبت الكرة غازي سعيد يشوطها قدام، يخش توفيق نجرن طلعها برا، عاود للهلال، برمي غازي سعيد، تروح لناجي باصيها للعمار ومعاه ابراهيم، وبيفوت ابراهيم وبيشوطها بالعرض ما في احد، هو كان شايطها ناحيه الجول لكن سكرو لذلك لفت كده واخذت لها لفه كانه فيها درسكون وطلعت برا اوت مرمى. بتلعب الاوت بترمي الاوت، فاول على غازي سعيد. بيشوط عيد الصغير اوفر ناحيه المرمى، يقطعوا بشير طويل ويطلعوا 15 العمار كورنر، وده هو الكورنر. يلعبوا النصر من مربع رقم 7. هيتشاط الكورنر، بيشوطوا يوسف خميس وهناك بعدوا غازي سعيد، لكن يرجع لعيد الصغير بيشوطوا مره ثانيه، يجي محمد سعد تطول عليه ويطلعوا بداح وبيقول لهم اطلعوا قدام، بترجع الكوره لعيد، عيد بيرجعها للخلف لناصر، وناصر كمان بدوره بيرجعها لسالم مروان. اللوحة حق التحكيم، اللوحة الساعة الإلكترونية نزلتنا
اسماء الحكام: الساحة عبد الرحمن الدهام دولي، رجل الخط مصيب الجعيد اولى، رجل الخط محمد الجمل اولى، احتياطي فلاش شنار ثانية. بيحطوا اسماء الحكام في نفس اللوحة. كرة مع الناس، خد الهلال اللي هو من العمار شوطة، قطعها الناس رقصت. لاعب زي سمير من الهلال بيشوط ويقطعها توفيق المقرن، ترجع بين سمير وسلطان المرة دي، يقطعها بندحم، ترجع لسمير سلطان يرجعها للعمار، عمار بيماشي بيها ويفاول على ابراهيم مرزوق. العمدة من الهلال هيشوط، بيرفع اوفر وبيخش بشير الغول براسه، لكن كمان معاهم توفيق المقرن. واخيرا بعيد عيد الصغير ترجع مره ثانيه وتروح لناجي ويطلعها ناجي اوت، مرمى في مربع رقم 2. سالم مروان بيلعب الكرة، تبدا هجمه للنصر، ناصر الجوهر، سعد السدحان ويباصيها لكن خطا، تنقطع، تيجي في ايد النصر كمان، يحصل الحكم هانس. بيشوط غازي سعيد، سايب الكرة لناصر الشايب، ناصر بيرفع اوفر لسمير سلطان، بيخش معاه بندحم وبيجري، لكن تطلع الكرة كورنر تطلع. بنشوف اللوحة حقت الساعة برضو كاتبين الهلال ابراهيم اليوسف، غازي ابراهيم، عبد الرحمن سالم، بداح القحطاني، نصر الشايع، عبد الله فودة، فاضل حبشي، عبد الله عمار، سلطان نصيب، ناجي امان، سمير الفهد، والاحتياطيين حاطينهم برضه، تابعوهم انتوا قبل احنا ما نتابع الكوره. بندحم بتاع الكوره، بيطلع كورنر ثاني. سالم مروان، نصر الجوهر، توفيق المقرن، نعيد مرسال، فهد اليحيى، خالد التركي، يوسف خميس، ابراهيم فرج. الكرة اللي اتلعبت دوبا من ناجي نفس الكلام اللي كنت اقوله الاسبوع اللي فات بين الايرانيين وبين الالمان. يا اخواننا الملعب شوفوا قديش كبروا، والواحد يشوط كوره كورنر يقوم يطلعها برا اوت. الواحد يتأنى ويلعب الكوره داخل الملعب، واصله من الخطا يلعبها جنب الحارس لانه الحارس حيستعمل يد. محمد سعد من النصر بيلعب الكوره لخالد التركي، لكن يقطعها بداح. اليوم بداح جالس يقشع كل الكور ومع زميله غازي سعيد، فرضي الرقابة هناك. غازي حبشي هلا يروح ليوسف خميس، بتباصل لمحمد سعد، يديها لخالد التركي وبخش معاهم ابراهيم اليوسف ويمسك الكورة. يلعب ابراهيم اليوسف بسرعة الكورة لناصر، ماشي ناصر بيلعبها لسمير، سلطان بن نصيب، سلطان نمرة 10 يباصيها للعمار قصيرة، يقوم يقطعها ابراهيم مرزوق وبرضه معاه العمار، لكن تروح المرة دي لناصر. ناصر يبدا ينظم هجمة للنصر، زي ابو العيد الصغير اللي بيبدا يهاجم هو كمان، ظهير المهاجم، يعدي النص ويلعب كرة طويلة على راس خالد التركي وداخل منطقة الجزاء، ويخش ابراهيم اليوسف ويصطدموا مع بعض وتطلع الكرة للنقر، والاثنين طايحين والنقر في الارض. يصفر الحكم، يصفر الحكم. ابراهيم اليوسف
مع بداح اتصدموا وطاحوا في الارض. وكان الحكم وقف اللعب، ما ادري ليه وقف اللعب، وإذا ضربنا بداح رمش، قلنا انه بداح بيقشع الكور وهو اللي صدم وقشع مع زميله ابراهيم اليوسف، لكن سلامات قاموا الاثنين. الحكم هيعمل هنا كرة اسقاط، تعمل دروب بول، يعني كرة تسقط بين لاعبين، بين النقر و بين ناصر الشايع اللي طلعها برا اوت، وهيلعبها النقر، هيسيبها لناصر المتخصص. ناصر دايما يرمي الاوت، لكن شوفوا فين هيرمي الاوت دحين، هيرميه داخل منطقه الجزاء. انا بقول الكلام ده لان عارف ناصر شوف بالظبط، لانه بيحاول يستغل الاوت على راس النقر بالظبط، وبيخش مره ثانيه محمد سعد وجول. يا جول جول جول. الكره دي ناصر، انا قلت ناصر رمى كوره من الاوت على راس النقر لعبها ومع سعد السدحان، ومحمد سعد كان جالس له ويسجل الهدف، واول اسم هيتحط على اللوحه الالكترونيه اليوم محمد سعد بعد 24 دقيقه. دقيقة من الشوط الأول. محمد سعد، ودي هجمة للهلال، يخش مروان مسكها. ناصر الجوهر لاعب ذكي، وانا بشوف انه اللعيبه اللي يستغلوا الاوت، وخاصه اللي بتكون جنب الكورنر، انه يرميها. نشوف اللوحه الان مكتوب عليها النصر 1 والهلال لا شيء، وناصر رمى الكوره من الاوت لداخل منطقه الجزاء، لعبها النقر براسه وراحت لسعد السدحان، لكن سيبها لزميله محمد سعد اللي هو الجالس على الارض، شايتها على يسار ابراهيم اليوسف بسرعه، فما تلاحظت مع زحمه اللعيبه اللي كانوا واقفين نتيجه الاوت. بيلعبوا الهلال الكره بسرعه، ما في وقت تحيل للتاخير. بهجمه للهلال، سلطان وبندحم، وصفر الحكم فاول على بندحم. سمير سلطان سايبها للعمار، هيشوط العمار، ويشوط ومرتين، ودار بكا، وفرصة تضيع على الهلال برضو، يطلع كورنر. كورنر، بيترفع الكورنر بالشمال ويطلعوا مرة الثالثة. كورنر من نفس المحل للهلال. سمير سلطان اللي بيرفع بشماله، يلعب بالشمال، وفعلا رفع الشمال. دي رفعات كورنر مظبوطه، دي اللي بيستغل، بس لاعب لازم يكون قدام يستغلها. بشير الغول بيقطع الكوره، غازي سعيد، وبيوصيها قدام، وفاول فاول اوف سايد، في تسلل. سالم بيلعب الكوره، فاول 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 حبشي، فاول. دفع خالد،
استاذ دهام كل ما يشوف خطا يحاول يفهم اللعيبه يمسكوا اعصابهم عشان يتفرج على مباراه جميله. شاط الكوره تطلع الكوره اوت. لعب الكوره ابراهيم بيديها العمار، بيلعبها طويله قدام لناجي اللي دخل في الوسط وراح وجاء سمير هنا وسلطان راح هناك والعمار معاه وسمير معاه بندحم يشوطها وطلعها برا اوت. العمار نمرة 15 اللي على فلينته 15 هيرمي الاوت، يقطعه ابراهيم مرسوك لكن ياخده منه سمير ويلعب الكرة تروح لبندحم يشوطها قدام لسعد وغول طويل ياخدها، كان ياخدها خالد التركي مرة ثانية يديها لسعد سدحان، يجري سعد السدحان بيلعبها لمحمد سعد بعيدة يسيبوها لابراهيم اليوسف. هجمة للهلال تبدأ من غازي سعيد تروح للعمدة، لعبة طويلة لناجي ومع عيد يرجعها لسالم مروان يمسكها يرميها بيده سالم مروان ناحية ناصر الجوهر اللي بيلعب في حزام الوسط مع خالد التركي ومعاهم بيباص الكورة تنقطع يقطعوها الهلال. ناجي ماشي بيحاول لكن في بندحم يقطعها في تسلل سعد سدحان تسلل يوم الاثنين الجاي في مباراة اللي كانت متأخرة بين النصر وبين الاتحاد هتقام على ملعب رعاية الشباب بالملاذ برضو. اثنين الآتي هذا الغول بيرفع الكرة بشير على راس عبد المطلب، ناجي يقطعها توفيق يرجع على راس بشير ثاني لناصر الشايع يحاور سعد سدحان تطلع الكرة اوت لعبها النقر ناصر للنقر ومعاه العمار ويفوت كمان من ناصر وبرضه ماشي صحيح اللاعب من برا. شوفوا الكرة دي هنتكلم عليها بعدين. خلي التركي محمد سعد هدف ثاني بيعترض مصيب بيعترض انها اوت للنصر انا هحكيكم الحكايه دي كمان شويه، انا قلت لكم كمان شويه لانه كانت في دربكه. نشوف المصيب بيقول الاوت للنصر. الكره النقر اخذها وهي في وسط الملعب ولكن هو خرج على برا دفاع الهلال اتلعبت مره ثانيه داخل منطقه الجزاء وخالد التركي بيحطها ويشوطها ويفاول ضربه حره غير مباشره. اكمل لكم الحكايه. زي ما احنا عارفين انه الكوره اذا كانت ما خرجت برا الخط لا تعتبر اوت، فالنقر لعبها وهو طلع على برا وفات من واحد واثنين من الهلال، لكن في نفس اللحظه دي كانوا اعتبروها انه هي طلعت اوت، نفس الوقت كان طلعها بداح لكن مشت الكوره واترفعت وجاء منها هدف، لكن مصيب كان لاحظ العمليه دي فاعتبرها ان الكوره خرجت اوت واللي صالح النصر لانه لمسها واحد. في حيطه معموله من الهلال وخالد التركي والنقر ومحمد سعد والثلاثه جنب بعض وبيلعبها محمد سعد غلابه الناحيه الثانيه لسعيد. خطه كانت معموله على اساس انه يفكوا الحيطه وتتلعب الكره بالعرض لعيد اللي واقف بعيد وغير مراقب، لكن مسافتها بعيده، الاقرب انه كان يلعبها مع زميله، خاصه انها ضربه حره غير مباشره اذا كان الحكم رافع ايده.
ما زالت النتيجة طبعا 1-32 تمر. عيد بيلعب الكرة، حاجتين يبغى لهم الصحفيين يسألوا فيها الحكام اليوم، حالتين لازم يسألوا فيها. كارت أصفر، كارت أصفر ياخدوا حبشي من الهلال، ياخدها كارت اصفر وضربه حره غير مباشره، وتروح الكوره لناصر الجوهر. خالد التركي لعبها للنقر بعيده، يرجعها ناصر الشايه لابراهيم اليوسف. ابراهيم اليوسف بشوت على راس ناصر الجوهر للنقر وجنبه العمار، وياخدها عمار من على صدر الناصر، تروح فاول فاول، ويجيبوا الاستاذ الدهام. النقر مع الكوره بعد ما اتلعبت طولت عليه، تعالوا يا ناصر، تروح لابراهيم مرزوق. خالد التركي في الخانه الفاضيه اللي بيهاجم الظهير، عيد بيرفع من محمد سعد وشوط نهايه الجول. يا سلام يا محمد سعد، انا اقول يا سلام لانه لعبه دوليه، الكره باينه من هنا انها جول. جول 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 ما شفنا زيه في الموسم هذا. كره تتلعب وتيجي لمحمد سعد وعلى طول في الزاويه البعيده. الكور اللي على الطاير دي من زمان احنا ما شفناها، ولعبه حلوه محمد سعد. و34 دقيقه من الشوط الاول، ومحمد سعد برضو يسجل الهدف الثاني. وزي ما احنا شايفين محمد سعد بدأ يظهر بمظهر كويس، ولعب لعبه دوليه. انا ما افتكر انه حتى المشاهدين لاحظوها، لانه افتكر انها تكون اسرع من انها تلقط الكاميرا الهدف، ويمكن اذا كان الكاميرا مركزه في ساعتها كان ممكن تشوفوها. طار ابراهيم اليوسف، طار، عمل اللي عليه، لكن كرة سريعه خالص. لعب حلو من الهلال ومن النصر. وشوفوا الجماهير ايش بتسوي يا اخواننا. واو، هذه طلعه للنصر. سعد السدحان بيلعبها لابراهيم اليوسف وبيمسكها. الاهداف الاهداف تهز الشباك، تهز اعصاب الجماهير. دي كرة القدم اللي لما يكون في المباراة في 3 4 اهداف، هدفين ومرسومة ومخططة، يفرحوا لها الجماهير، مو زي الاهداف احيانا اللي تيجي كده ماسخة زي ما يقولوا ماسخة. اليوم محمد سعد سجل 3 اهداف، لكن في منهم هدف كان عاود، ومكتوب على اللوحة 2 للنصر ولا شيء للهلال. ترفع الكورنر وعلى راس بشير ويروح عند حبشي، ولكن ترجع تاني لسمير ويرفع اوفر. فين اللي بيكمل؟ وده بداح بيكمل، ولكن فضيت المنطقة كده ويمسكها مروان ويرميها للي فاضي. اهم حاجة في كرة القدم اعطاء الكرة لزميلك الفاضي، بعيد عن الزحمة، بعيد عن الربشة. ترجع الكرة لعيد لناصر، وزملائه مفروض يفضلوا خانة. شوف برضه فضلوا خانة، لكن ما في شحات تولت عليك. خدها الفودة، ودي هجمة هجمة خش. غازي سعيد بيلعب كرة، ولكن سايبها، مسكها مروان. ابراهيم مرزوق من النقر يلعبها، خدها سلطان، سمير سلطان، لكن تروح في العرض، تروح يوسف خميس، ياخدها عيد، تنقطع منه. حبشي ليه ناجي، ناجي يفتكر انه في صفاره وخطا، انه الواحد يعتمد على الكره، على الصفاره الخطا. واحد اظن صفر من برا، ياخذ الكره النصر ماشيين بيها،
وياخدها العمدة مع سعد السدحان، ترجع ياخدها النقر، ياخدها مرة تانية العمار، غازي سعيد الهلال، سمير لسلطان بن نصيب، يلعب سمير لعبة حلوة لكن في طويل اللي هو ابراهيم مرزوق يفتحها، ترجع تاني لسمير لسلطان، سلطان بن نصيب ارفع لسمير داخل منطقة جزاء، اقطعها براسه توفيق المقري وطلعها كورنر في مربع رقم شوطة تانية وتطلع برا. كرة عن محمد سعد لخالد التركي، باصيها لسعد السدحان، هجمة للنصر، دور محمد سعد تاني، يجري عليه ناصر الشايع، يلعبها بالعارض طويلة تطلع بر. للهلال جودة الفودة، غازي، سمير سلطان، لكن تروح لتوفيق المقرن، يرجعها ورا لسالم مروان حارس، ديها زي مرزوق، تروح لخالد التركي قصيرة ياخذها ناصر الشايع، نظم هجمة للهلال لناجي، اديها لحبشي لغازي، بيدع الهلال ينظم صفوفه، عمار هو ماشي هو ابراهيم، وطلعها ابراهيم كورنر. شايف الدهام يقول كورنر، رفعها العمار، رفعها حلوة على راس غول ويمسكها سالم مروان. كده الرفعات اللي من الكورنر اللي يستغلها واحد طويل زي بشير الغول. سالم مروان بيحط الكورة، النصر محمد سعد يلعب كورة طويلة، ما في أحد، طويلة جيب ابراهيم يديها لغازي سعيد، غازي يلعب كرة طويلة في الهجوم، قطع من توفيق، يديها يوسف خميس، ناصر بيلعبها بالعرض، خانة فاضية، ابراهيم مرزوق فاضي لناصر، لخالد التركي تطول عليك، طاح الغول، ديها للعمار، ماشي العمار، ماشي نظم هجمة للهلال، سلطان بن نصيب يطلعها ناصر عالية، والهوا تطلع كمان كورنر في مربع رقم 1. يشوطها ناجي، وحتى الآن نتيجة جدة التعادل بدون أهداف بين الوحدة وبين الاتحاد حسب ما وصلنا
حتى الآن. العمدة بيحاول لكن بتروح الكرة، ياخدوها النصر، بترجع للناجي بيلعبها قدام لسلطان هو وابراهيم، تروح للنجر، نجر بيحاول فوت من العمار ماشي، بيلعبها لسعد السدحان وبيجري سعد وبيجري مع بداح، لكن بداح اقرب يسيبها خليها تطلع برا. عاود ابراهيم اليوسف بيلعب الكرة لكن تروح على راس النجر، ياخدها ناصر، ديال ناصر يرجعها للنجر ثاني لكن يلعبها خطأ، ياخدها بشير بيلعبها للعمدة تطول تطلع اوت. نصر يلعبها ابراهيم مرزوق، بشير يقطعها براسه ياخدها سمير سلطان بن نصيب، بينظم هجمه بيوصيها قدام لكن يقطعها توفيق المقرن، تروح لعيد 43 دقيقة وفاضل حوالي دقيقتين على نهاية الشوط الأول اللي نتيجته حتى الآن 2 للنصر مقابل لا شيء للهلال. فاول على عمار، يلعبها النجر اللي قام من الأرض بديها لإبراهيم مرزوق، بيلعب اوفر بيقطع براسه بداح لكن ترجع بتتلعب لخالد التركي وتصدم مره ثانيه وتعوض دفاع الهلال تروح لعمار يلعبها طويله يقطعها بندحم تطلع اوت. سمير سلطان بيلعبها للعمده، يخش بندحم يقطع الكوره ويلعبها لابراهيم مرزوق لكن تطول وتطلع برا اوت. العمده بيلعبها للعمار، يرفع اوفر على راس توفيق يباصيها لسالم مروان اللي بيمسكها. ناصر الجوهر ينقطع منه الكوره لكن تروح لمحمد سعد، محمد سعد ماشي ويفوت من بشير ومع بداح ويباص الكوره لكن يخش الحبشي يطلع الكوره برا اوت في مربع رقم 7. والساعه اللي قدامنا الالكترونيه انتهى الوقت على حسب ال 45 دقيقه، لكن الحكم هو اللي عنده ساعة أضبط من الساعة حتى الإلكترونية. ليه؟ لأنه هو اللي بيحسب الوقت الضايع، هو اللي بيحسب الوقت اللي بيوقف فيه اللعب، لذلك احنا لا نعتمد على الإلكترونية ولا ضد الموية. كرة أوت، ناصر بيرمي الأوت، خالد التركي بيلعبها بشماله لكن في تطلع كرة أوت. مرمى والنتيجة ما زالت حتى الآن 2 للنصر مقابل لا شيء للهلال. كورة خذها نمرة 7 يوسف خميس بيفوت باصيها لسعد سدحان يناولها لمحمد سعد، محمد سعد تسلل اوف سايد وشاط الكوره التهام اليوم يدقق على كل صغيره وكبيره. خلاص لاعب المفروض يسمع صفاره يسيب الكوره. تلعب فودا ومرزوق غازي سعيد، تلعب الكوره قدام لناجي، ناجي بيخش مع عيد ياخدها عيد وباصيها ناصر الجوهر، ناصر ماشي ويصفر الحكم الفيفا الاستاذ عبد الرحمن دهام بانتهاء الشوط الاول، واترك الميكروفون للزميل الحريري. هكذا سيداتي وسادتي
أخرى مع بداية الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت حتى الآن هدفين للنصر مقابل لا شيء للهلال. ونرجو أن نستمتع أيضا مع صفارة الحكم. بدأ الشوط، ونرجو أن نستمتع أيضا بباقي المباراة أي الشوط الثاني. وطبعا الهلال بيحاول الآن أنه يجيب أهداف، وطلعة كانت للنصر تنتهي، تنقطع لكن تتاخد مرة ثانية، ترجع للنقر، تروح لعيد الصغير. الهوى المرة دي مع الهلال وياخدها غازي سعيد، باصيها لحارس المرمى إبراهيم اليوسف. يوم الربوع القادم إن شاء الله منتخب المملكة في كرة القدم بيلعب مع منتخب الشقيق البحرين على ملعب رعاية الشباب بالرياض، مباراة ودية. وبكرة في كمان نهائي كرة السلة، ولأول مرة في تاريخ التلفزيون وفي تاريخ هذه اللعبة تنقل بالتلفزيون، لقطات ستصور وتعرض مرة أخرى في وقت يعني ما هي زي مباريات كرة القدم طبعا بتنقل على الهواء، لكنها بتتسجل. يعني برضو صار في اهتمام من وزارة الإعلام لهذه اللعبات، وهذه بادرة يشكروا عليها اتحاد كرة السلة. ونرجو أن نشوف اللعبات كلها هي تصور، سواء سلة وسواء طايرة. طبعا أنا بتكلم الكلام ده وتبحبح والتلفزيون قدامك وانتوا بتشوفوا اللعيبة، لأنه إحنا مو مهمتنا إنه إحنا نقول فلان وفلان وفلان زي الإذاعة، بنترك لكم أحيانا بنتكلم ندردش معاكم شوية على اللعبات الثانية أو النقاط أو زي مباراة الأربعاء اللي بينه وبين البحرين. على كل الكرة راحت لسالم مروان، بيقطعها غازي سعيد ببداح، بتروح الكرة لناصر الشايع. الهلال ينظم هجمة للعمار، تروح لسلطان بن نصيب، اديها لسمير سلطان، يخش النقر يبعدها في اخر لحظة مع الكرة وبعدها، اديها لابراهيم مرزوق اللي بيمشي بيهاجم برضه، ويظهر انه المرزوق طلع حزام وسط ورجع النقر شويه للخلف، ومحمد سعد ماشي باصاها خطا، ياخدها بداح، يديها غازي سعيد، والسلطان بيشوطها، بيستغل طبعا الهواء، احنا قلنا الهواء مع الهلال، ودي شوطه طيبه. تروح الكوره لابراهيم مرزوق. نتيجه جدة بين الاتحاد والوحدة حتى الآن ما زالت تعادل، وكمان القادسية والأهلي، الأهلي من جدة والقادسية اللي بتقام في دمام برضو تعادل حتى الآن حسب ما بيوصلنا. الكرة اوت، او بمعنى اصح النشره اللي وصلتنا ان الشوط الاول انتهى في كل من المنطقتين بالتعادل، من المباراتين بالتعادل. النصر بينظم هجمه، خالد التركي، محمد سعد بينقطع منه، غازي بتروح كرة ناحية سمير وابراهيم مرزوق، ياخدها ابراهيم مرزوق طويل، رجوله طوال، ديال بيندحم للنقر، نقر ماشي، خالد التركي، خالد اندفع بيها قدام لكن تنقطع منه، ياخدوها الهلال، ينظموا هجمه. الهلال بيلعبوا باص مع بعض احسن من الشوط الاول. المباراه اللي هتقام بكره هتقام على شرف سمو الامير فهد بن سلطان الرئيس العام لهيئه الشباب بالنيابه،
اللي هيقوم بتسليم الكاس والميداليات. المباراة هتقام في صالة جامعة الرياض اللي احنا قلنا عليها تصفيات المملكة في كرة السلة. في فاول تلعب على طول، نقل لعب محمد سعد، لعبها بالعرض يفتحها براسه ناصر الشايع، تروح قدام سمير سلطان، هجمة للهلال اللي يجري عليها ناجي ويجري معاه توفيق المقرن، يلعبها بالعرض يديها لسلطان قصيرة، يفتحها عيد يديها ليوسف خميس، يوسف خميس يباصيها لعيد، عيد وصل هنا في مربع 3 اداها لسعد، سدحان برضه خدها عيد ترجع لسعد تديها قدام تنقطع، لكن برضه بيجري وراها عيد، عيد يطيح في الارض ياخدها سعد السدحان تروح لخالد التركي، باصيها طويله مره ويجري وراها ناصر الشايع، حصلها قبل ما تطلع. كرة لعمار باصيها، ناصر الشايع بيهاجم، بدأ الهلال يهاجم وينسخ هجمات. الكرة هناك بين ابراهيم مرزوق وناصر الشايع اللي رماها لابراهيم مرزوق لانه الاوت لصالح النصر، وبيرجع ناصر محله. لاعب الفوده بيلعبها لسلطان لسمير، لسمير مره ثانيه بشوط تطلع برا، تطلع برا. الهلال حغير، ده اول تغيير اظنه، اول تغيير هينزل نمره 17 مرزوق، هيطلع هجمه فيه للنصر، خالد التركي تنخطف منه يروح للعمده، هيطلع العمار وينزل المرزوق، مرزوق هينزل من الهلال وهيطلع 15 اللي شايفين اللوحه اللي في ايد الاستاذ شنار فلاش شنار الحكم الرابع اللي بنقول عليه الحكم الاحتياطي. شوطه بعيده نمره 7 الحبشي، فين دي فين؟ طلع العمار وهينزل نمره 17 مرزوق. النقر بيلعب كوره، محمد سعد يديها للنقر تاني، يقود الهجمه النقر، بيحاول تتاخد منه ياخدها العمده، ماشي ماشي العمده بيلعبها بكعب رجله لسمير سلطان، يلعبها قدام لكن يديها لبندحم بدل ما يديها لزملائه، تروح ياخدها سعد السدحان يباصيها ليوسف خميس، خالد التركي لناصر الجوهر قدام يخش ابراهيم اليوسف، كرة يفتحها النقر تروح لناصر الجوهر في الدايرة، بيلعبها بالعرض لابراهيم مرزوق، بيلعبوا كرة في الارض النصر عشان الهواء، احنا قلنا المفروض اللعيبة يكونوا فيهم بتنقطع، المفروض اللعيبة يلاحظوا الحاجات هذه، اذا فريق بيلعب مع الهواء يستعمل شوطات تحت المرمى بيدفع مع الهواء، فريق بيلعب ضد الهواء لازم يلعب كرة ارضية لانه الهواء ما حيساعده اذا لعب كرة عالية. فاول بندحم، كان سلطان بالنصيب اشترك معاه في كورة وفاول على بندحم في نص الملعب تقريبا عند خط السنتر، بيلعبها بشير للعمدة، باصيها لناجي ترجع لمرزوق والعمدة، العمدة بيلعبها لعبة حلوة لسمير لسلطان وتصدم وتطلع كورنر، حط رجله فيها سلطان بالنصيب لكنه غيروها دفاع النصر وطلعوها كورنر في مربع رقم 7
وجمهور الهلال بيصفق ويبغى هدف، وحيشوطوا سمير سلطان بشماله بأوفر جميل على راس بشير، لكن أطول ناصر ويطلعها ويحط رجله فيها سلطان بن نصيب ويطلعها برا. تلعب الكرة ياخدها ابراهيم مرزوق بيجري بيها باصيها للنجر، ياخدها العمدة. عمدة بدأ يصحصح وبدأ يخطط لهجمات، ترجع للعمدة تاني، بدأ هو يقود هجمات الهلال، تروح لناجي، ناجي بيلعبها لسميرير يقطعها توفيق المقرن، يخش عيد الصغير طلعها برا اوت، يرميها غازي سعيد تتباصى لناجي ويشوطها مرزوق وطلعها برا اوت. ارجو من اخواننا المصورين والمخرج دائما ياخذوا لنا اللوحه باستمرار علشان يبينوا للمشاهدين النتيجه كم، وانا اقولها دحين النصر 2 الهلال لا شيء، ومدى حوالي 12 دقيقه من بدايه الشوط الثاني. بداح بيرجع الكره لابراهيم اليوسف بيلعبها في النص على راس بندحم لناصر، تروح خطا، خدها فوده براسه سمير، ياخدها نمرة 7 حبشي يديها، تتلعب على راس سلطان بن نصيب، تطلع الكرة اوت مرمى في مربع 7. انا قلت حنشوف على استاد بعد الشباب بالملف بالرياض يوم الربوع مباراة حتكون ممتعة بين المنتخب الاول للسعودية مع شقيقه منتخب البحرين، وحيستمتع المشاهدين بمباراة جيدة. ما زالت نتيجة جدة حتى الآن التعادل بين الاتحاد والوحدة. كرة في الكورنر بيلعبها سمير سلطان بشمال في صفر الدهام، في واحد دفع مرزوق فاول على الهلال، بيلعبها عيد الصغير للنجر لابراهيم مرزوق لناصر الجوهر، يلعبها لسعد سدحان بيجري هو بداح بياخدها سعد ويجري داخل منطقه الجزاء وبيلعبها وتطلع الكوره اوت مرمى في مربع رقم 1. بيلعبها ابراهيم اليوسف لغازي سعيد، رجع له هي تاني، النجر ماشي بيباصي كرة لمحمد سعد ويخش ابراهيم اليوسف ياخدها وتطيح من ايده ويخش النجر يربطها وابراهيم اليوسف برا والنجر معاه كرة وقدامه بداه ناصر الشايع ويقطع له هي اوت. تتلعب كرة فاول على محمد سعد. الكرة ما فيها خطورة الآن، ممكن الاستاذ المخرج يدينا برضو اللوحة مرة ثانية، مكتوب في حاجة على اللوحة يشترك في الدوري الممتاز 8 أندية الهلال، وتغيرت اللوحة ومكتوب نظام الدوري على مرحلتين ذهاب وإياب، تحسب النقاط للفائز نقطتين والتعادل 1 نقطة والمغلوب لا شيء. الكرة مع الهلال بنظم هجمة تنقطع ياخدها عيد،
هجمه للنصر. محمد سعد بياخدها داخل منطقه الجزاء بيلعبها بالعرض، ما في احد. طاح سعد السدحان، لعبها على اساس انه زميله قدامه، لكن المفروض يطالع محمد سعد يشوفوا انه طاح ممكن يشوطها هو. هجمه للهلال، بدا اللعب يشتد شويه وحماس تنافس شريف. فاول بول، فاول كابتن عمده على حبشي فاول. يشوط توفيق المجرين، باص الكرة لنجار لابراهيم مرزوق، باصوها طويلة قدام، بيجري النجار وبيجري فتاح ويطلع لهم ثالثهم ابراهيم اليوسف ويمسك الكرة لصالحه ويرميها بايده للعمدة اللي هيبدأ ينظم هجمة للهلال. يمشي مع غازي سعيد، يديها قدام لسلطان، تنقطع ترجع للعمدة، يفوت يديها لسلطان تاني، سلطان ياخد كمان بيحاول يباصيها، يديها المرزوق، ترجع تاني لغازي سعيد، بيرفعها على راس سمير سلطان ويطيح الاثنين، والحبشي بيشوطها وتصدم في الماسوره وقدام سلطان وبيشوطها وتصدم في الحيطه وتاني وجول. جول الحبشي بيجيب هدف، لعبه اتخبطت مره واثنين وثلاثه ويتسجل الهلال الهدف الاول بعد 17 دقيقة. جول لعبة. أنا قلت إنه الهلال بدأ ينظم صفوفه وبدأ يخطط، وكان نتيجة تخطيطه العمدة لعب كورة بذل فيها مجهود، اداها سلطان بن نصيب، رجعت في العرض، راحت هناك عند سلطان بن نصيب، شاطها اتصدمت في الماسورة، رجعت مرة تانية وراحت الحبشي اللي حط فيها رجله وشمعها على الطاير ويسجل الهدف الأول للهلال، وتصبح النتيجة 2-1 زي ما احنا شايفينها في اللوحة. و18 دقيقة 17 دقيقة طبعا جاء الهدف، والآن اللوحة تقول 18 طبعا بعد مرور دقيقة لأن الكرة اتسنترت واتلعبت، والهلال بدأ برضه كمان ينظم يطلعها توفيق المجري. لعبة حلوة وهدف حلو، وأنا كنت بنتفرج على مباراة كبيرة، وزي ما سميت الدوري في الأول قلت الأسبوع ده أسبوع العمالقة، بيلتقي في الهلال والنصر، وبيلتقي في الوحدة والاتحاد، ويلتقي في الأهلي والقادسية، هجمة للناس، تيجي الكرة من خالد التركي لمحمد سعد، يخش بالضحك تحت، ترجع تاني لخالد التركي، يلعبها لابراهيم مرزوق، ماشي بيها مع ابراهيم مرزوق، يباصيها خالد التركي ماشي ويشوطها تصدم في الغول، ترجع وصلها لناجي، لكن برضه ناجي باصيها مرة ثانية لغازي سعيد، حصلها، يلعبوا الكرة عدلة، يفردوا قناة، يدوها لناصر الشاير، يستقبلها الحبشي هناك، يلعب لناصر، يلعبها يقطعوها النصر، يبدأ من النقر لمحمد سعد ومعاه بشير ويجروا الاثنين وسباق كأنه في 100 متر، ويفتحها بشير، يديها لناصر، باصيها عمدة اليوم ملي الوسط، لعبها غازي سعيد، فتحها عيد، ناجي لعمدة تاني، ترجع لسلطان بشوطة راحت الجول ويمسكها، شوطة حلوة ولقطة حلوة، سالم مروان يلقطها، راح في الزاوية على يمينه لكن لقطها، ويبدأ النصر يهاجم مرة ثانية، النجار بيباص الكرة لسعد سدحان وبيجري معاه فتاح اللي هيرجعها ورا، وفعلا بيرجعها لابراهيم ويمسكها ابراهيم ويفاول على سعد سدحان، بيحط الكرة، الجمهورين بدأوا يشجعوا، دول يهدفوا، دول يبغوا التعادل، ودول يبغوا هدف يعززوا فوزهم، ولسه الوقت بدري، ثلث ساعة اللي مضى من الشوط الثاني،
سالم شوط راح محمد سعد. خالد التركي الجهه الثاني فاول على بشير. سيبها محمد سعد كرة تطلع يحصلها ابراهيم. ابراهيم يقرب بيها شوت تروح لبن دحل بتاعها. الهلال هيغير هيطلع ناجي وهينزل فهودي نمرة 11 فهد عبد الواحد. فهودي يعرفوه في الملاعب بفهودي. فهد عبد الواحد كرة عاود حرميها ناصر. هيطلع ناجي وينزل فهد عبد الواحد. بيرمي الاوت. في الحكم وقف اللعب ويبغى يشوف في حاجه لاحظها لذلك وقف اللعب شويه. هيرمي ناصر مره ثانيه الاوت داخل منطقه الجزاء زي ما قلت لمحمد سعد وتروح على راس الفوره وعلى النقر وقبل ما يلعبها لقت له هي ياخذها فارق الواحد ويجري ويبقى فيها لسمير وبيلعبها يدخل المرمى ويجمع وخشبه. فرصه فارق عبد الواحد لقى كوره ويشوطها سمير سريعه وتمشي جنب الخشبه جنب القائم. تلعب اوت. الهلال بدأ ينظم صفوفه احسن من الشوط الاول وبيلعب احسن من الشوط الاول. والنصر كمان كان بيلعب في الشوط الاول احسن. بعد عبد الواحد يشوط كوره على طول وتعدي من فوق. يحط ثاني مروان الكوره. نفس كان في الشوط الاول احسن والهلال في الشوط ده احسن من الشوط الاول. غازي سعيد صفر عليه الحكم فبينده مره ثانيه يعني مشوح بايده ما حد يكلم الحكم. النقر يلعب ابراهيم مرزوق ياخدها ويجري ومعاه فهد رجوله طوال ويديها لخالد التركي يخش بتاعله هي الغول ترجع لناصر. ناصر بيلعبها على طول ناحيه سعد سرحان داخل منطقه الجزاء وبيجري معاه غازي سعيد وتطلع الكوره اوت مرمى. ابراهيم يوسف بيلعب الكوره بسرعه ياخدها فهد عبد الواحد باصيها البتاع ناصر بيهاجم ظهير بيهاجم استغل الهوا الهلال يلعبها بالعرض بس فين راحت دي. ياخدها عيد ناصر نقله يديها للنقر يحاول 1-2 وتتاخد منه الكوره واكثر من كده ما في. ياخدها سمير سلطان ويناولها لسلطان بن نصيب وبرضه يحاول اكثر من 2 لاعب بعد كده خلاص لازم يباصي. ياخدها محمد سعد يباصيها لسعد سرحان بياخدها بيجري في مربع 3 ومعاه غازي ويخش وهو لعبها بالعرض لكن لعبها على ناحيه المرمى. العرض لزملائه المفروض يلعبها بالعرض
اي كور عرضيه واللي جاي يجري فيها يحط رجله معناها لسه في الجون. كراوي الفوده بيباصي لسلطان بن نصير، بيلعبها كمان هو لمرزوق. مرزوق بيلعبها ناحيه فهودي، تطول الكوره وتطلع بر. يوم الاربعاء هتنقل التلفزيون في بلد السعوديه مع البحرين، شقيق البحرين. والكوره سالم مروان يلعبها يرجعوا له هي تاني، يلعبها بيده دي على ناصر. نجار بيلعبها بالعارض دي على عيد الصغير مع سلطان بن نصير. بيلعبها لناصر لتوفيق المقرن، لناصر تاني دي على نجر ماشي بيحاول بيباصي لخالد التركي، بيلعبها لسعد السرحان يجلي عنها بشير يرجعها ورا رازي سعيد اللي بيمسكها ابراهيم اليوسف. بيلعب العمر لسلطان، تطلع بره الكرة اوت للهلال. لعب الكرة رماها خالد سعيد، ترجع اخيرا للعمدة. العمدة بيلعبها لسلطان. سلطان بن نصير قدامه عيد الصغير بيرفع اوفر، بيقطعوا ابراهيم، بيلعبوا دبل كيك. وسمير راح مكملها وبيروح في الجول على طول ويسجل الهلال التعادل، وتصبح النتيجة 2 للنصر 2 للهلال. كرة اتلعبت بالعرض من هنا تتنقل الناحية الثانية، يعمل فيها دبل كيك الفهودي. بعد عبد الواحد لما نزل معنى هجوم الهلال وراح تم الحط في رجله فيها سلطان، ورجله قوية معروف سلطان، ويسجل التعادل للهلال وتصبح النتيجة التعادل. وحيحلو اللعب، حيحلو النجر. لسه احنا في 28 دقيقة هنتفرج كمان لعب حلو. سمير سلطان بن نصير مع الكورة ويلعب بالعرض لفهودي طويل جنبه ابراهيم ويخش بندحم ويخش الحبشي، تطلع الكورة برا. لعب الكورة وهجمة للنصر، روح لمحمد سعد، خدها خالد التركي، باصيها قدام، وش ابراهيم اليوسف القطن، تروح عازي سعيد، تروح للعمدة. العمدة بيلعب لفهودي، خش ابراهيم، مرزوق يقطع الكورة، تروح لمحمد سعد، لعبة طويلة قدام، يخش ابراهيم القطة وتفتح من يده القطة تاني. تروح الكرة طويلة، توفيق براسه، سيبوها لناصر، ناصر للنجر، تطول على النجر، تروح لبشير، تروح عايد النصر جمهوره رغم انه دخل فيه هدفين برضه بيشجع، والهلال برضه لما دخل فيه هدفين برضه يشجع، وهذا اللي المفروض يصير مو بين النوادي كمان، حتى في المنتخبات مفروض الجمهور يفضل لاخر لحظه. طالعه للنصر
ماشي بها النقر، يلعبها لخالد التركي جلي وبالجول. يا سلام يا خالد ويا نقر يا محمد سعد، لعب حلو حلو، اللعب حلو اليوم، كرة جميلة. يا سلام يا كابتن خالد، خالد كابتن، خالد فنان. الكرة ياخذها النقر، يحاور بها من هناك، يلعبها بالعرض، يجلي عنها خالد التركي اللي كان وراها في اللحظة دي، ويكملها ويسجل النصر الهدف الثالث. اللعب حلو. هدف ثالث حلو سجلوا النصر، كرة بذل فيها مجهود هناك النقر ويغير اتجاهه ويشوطها ويجلي عنها خالد ويكملها محمد سعد. دخل التركي مع ابراهيم ويخش ابراهيم القطها. ثلاثة أهداف يسجلها اليوم محمد سعد. اليوم سجل 4 أهداف، هدف منه مش محسوب، ويعتبر اليوم هديف المباراة محمد سعد. لكن اللعبة حلوة زي اللعبة اللي اترسمت من الهلال هناك وجابها فهودي وحط رجله فيها سمير، لعبة مرسومة. لما نقول مرسومة يعني لعبة تكتكة، بتتكتك باللعبة من واحد لواحد بيوصل الإنسان إلى المرمى. ما يمكن كرة تيجي كده عفوا، كرة حور فيها بذل مجهود النقر وتروح يشوف خالد التركي لفت انتباه الدفاع، كان محمد سعد واخد موقع استراتيجي يروح مشمعها ويسجل فيها هدف، ويصبح النتيجة 3 النصر 2 للهلال. ولعب جميل اليوم ومباراة حلوة 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 حلوة. بغض النظر عن اللي بيحصل قدامنا ده، صفر الحكم. برافو يا دهام، برافو دهام، برافو دهام. كارت اصفر لازم كده حتى اللعب يصير حلو. اللعب عشان نحافظ عليه لازم كلنا نحترم بعض، كلنا زملاء، كلنا اخوات. النتيجة حتى الآن 3 النصر 2 الهلال، و34 دقيقة تمر من بداية الشوط الثاني. من الشوط الثاني 34 دقيقة، والكرة عاود. أساسا الكرة حصل فاول، خلاص فاول. ليه الواحد ده يجر الكرة من ده؟ النصر يجر الكرة من الهلال، الهلال يجر الكرة من الهلال. خلاص كرة غلط اتحطت تطلع، ما هتتحسب غير كده، هتتحسب فاول فاول، ونشوفها بتتحط الان فاول. فليه نخسر صداقة بعضنا وحبنا لبعضنا؟ الهلال والنصر اخوان واللعيبة اخوان، وكلهم يلعبوا في منتخبات واحدة مع بعض. اليوم اللعب حلو حلو جميل. صحيح لما نقول لقاء العمالقة هو ذا لقاء العمالقة، بنتفرج أهداف هنا أهداف هنا أهداف هنا. بيلعب الكورة، لعبت عيد لناصر، خليها الفوضى تطلع برا. يلعب اوت، عيد يلعب كرة، ضحى غازي سعيد
كحها ناصر براسه، كحها عيد تصدم بسمير. حلو يا سمير، حلو يا سمير، سلم الكورة لغاية عيد بإيده. كده الروح الحلوة. كلهم لاعبين كبار وكلهم بيمثلوا المملكة ولازم نكون حلوين. الهلال أخو النصر والنصر أخو الهلال وكلهم لاعيبة بيمثلوا المملكة. احنا لما نقول الكلام هذا نحب انه احنا نشوف مباريات حلوة ظريفة. ابراهيم اليوسف بيلعب الكورة بيديها لغازي سعيد. يبدأ الهلال ينظم هجمة حبشي. الهلال اليوم احسن من المباريات اللي شفنا له هي قبل كده، وخاصة يا سلام يا فهد يا سلام، وبيلعب كرة حلوة وبالعرض. فهد من الناشئين اللي مثلونا في الدورة العربية المدرسية في اسكندرية، وراح معانا ايران وكان من ضمن الناشئين وليه مستقبل في الهلال. بيلعب الكرة العمدة تروح ناحية يوسف خميس الاوت. يرمي الهلال للعمدة اللي بدأ اليوم. العمدة اليوم باذل مجهود كبير، بيترفع الكرة ناحية المرمى فاول. بيعتبر الحكم فاول. كرة سقطت ناحية المرمى بيعتبرها الدهام فاول. طلع للنصر. شايف انا الدهان بيعمل بيده كده، احنا ما بنشوف حاجه طبعا زي ما بنشوفها. ترجع الكره للنجر وبيحاور وبيشوطها ناحيه الجون ويمسكها ابراهيم يوسف. برافو يا ابراهيم، لعب حلو، نقله هنا ونقله هنا، كلهم فاقوا لبعض اللعيبه وبدا اللعب جميل. اليوم الهلال بيلعب مباراة كبيرة وخاصة بالشوط الثاني، نظم صفوفه وخطط جاب نتيجة. النصر لعب في الشوط الأول أحسن وخطط وجاب هدفين. في الشوط ده فهد أصبح خطورة بالنسبة للنصر، كل الكور ضدها من ناحية فهد عبد الواحد اللي بدأ ينعنش هجوم الهلال. ثمانية 38 دقيقة، نتيجة 3-2. كرة مع النقر تطلع برا وياخدها فهد عبد الواحد، سايبها للعمدة لفهد لمرزوق. فاول على ابراهيم مرزوق. دفع عبد الواحد. فهد. الهلال بينظم هجمه بيحاول يجيب التعادل. بيلعب العمده لعبه حلوه وتطلع برا. اوت من راس سمير سلطان. اوت. فاول. بتحدى الكورة في لاعب طايح، عشان كده الحكم وقف اللعب. الحكم وقف اللعب لانه في لاعب طايح، فبيقول له وقف. طبعا بيشوف الساعة دي الإلكترونية زي ما احنا عارفين ماشية، لكنه على ساعة الحكم غير وساعة الإلكترونية غير.
مباراة حلوة جميلة اليوم بنستمتع بيها هنا في الرياض. بنتفرج على الهلال والنصر بيقدموا من أحلى مباريات الدوري. سامعين الجماهير، جماهير الهلال بتهتف والنصر بيهتف والملعب مليان على آخره. وصحيح إنه الفريقين عملاقين وليهم جماهير كبيرة زي الجماهير اللي موجودين برضو بتشجع، كل جمهور يشجع فريقه. والنصر والهلال من الفرق العمالقة كلهم فازوا بكاس المملكة وروح حلوة. شوفوا نشوف سالم مروان بيشيل زميله الهلالي وبيطلعوا برا معاهم. دي اللي احنا نبغاه من اللعيبة، ده اللي احنا نبغاه من اللعيبة. تعاون، التنافس الشريف، بعيد عن الخشونة، بعيد عن أي حاجة، حتى نتقدم، ما نتقدم بالخشونة، نتقدم إنه إحنا نلعب كرة نظيفة. ناصر بيلعب الكرة لسعد السدحان، يجري مع مرزوق، برضه سعد السدحان مع الكرة، بيلعبها بعرض الملعب، اقطعها بداح، يسيبها تطلع يوسف خميس، يسيبها لعيد، عيد بيلعبها لسعد سدحان، يرجعها لعيد، يخش مرزوق بنمرة 17 يطلع الكرة برا. يلعب عيد الصغير الكرة تروح ليوسف خميس، ترجع لعيد، بيرفع اوفر داخل منطقة الجزاء، بيلقطها ابراهيم بيده، بيلعبها بسرعة، ما في وقت، بسرعة. اللعب لما يكون في تنافس زي كده دايما اللعب بيكون حامي اول باول. مرزوق يلعب الكرة، ناصر شايع اليوم اللي بيهاجم، فهودي بيرفع هناك يدي سلطان لكن يخش عيد، يقطعها ترجع على راس بداح طويل، يقطع الكرة تروح يقطعها بشماله نقر لمحمد سعد، ماشي محمد سعد بيلعب كرة طويلة ناحية خالد التركي ومع بشير الغول، ويرجعها بشير لإبراهيم اليوسف اللي يمسكها، يدور على خانة فاضية، هيلعبها في النص طبعا، شايف هو دي خانة فاضية، العمدة بيلعبها المرزوق لكن تروح ليوسف خميس، ياخدها سعد سدحان، يفوت من واحد وفاول على بداح. اليوم بداح كان كويس وبماشي على طريقة القشاش، كل الكور يدوشها أول بأول وخاصة في الشوط الأول. بيلعب ناصر لعيد، بيلعبها ناحية داخل منطقة الجزاء على صدر خالد، وصفر الحكم في يده، ويقول في يده. كرة اتلعبت لفهد على طول، فهد عبد الواحد ماشي يفوت من نقر، فهد ماشي برضه ماشي ويلعب كرة حلوة لسمير، يرجعها للحبش، يرجعها لفهد، فهد برضه مع الكرة ويجري مع النقر، يرجعها للخلف لناصر الشايع، ناصر يبدأ ينظم هجمة توصل عند مرزوق، مرزوق يبدأ يعدل الكرة لسلطان، بيعدل يديها المرزوق، يرجعوها للخلف للعمدة، العمدة بيديها ل 14 تروح ترجع تاني لعمدة نمرة 8 بيباصي يديها للحبشي وشوطة في الجون، وين ساكا سالم مروان، شوطة حلوة ولعبة حلوة من الهلال ولقطة حلوة من سالم مروان، نظم فيها الهلال هجمة. في تسلل حتى التسلل وبتتلعب، مرزوق كعب رجله ياخدها وماشي ويلعبها يبقى يفوت ويفاتوا الدال سلطان ويقطعها توفيق المقرن، طلعها برا. أنا قدامي 45 دقيقة ولكن الحكم لسه في شيء كثير في ساعته، يعني 45 دقيقة يعني انتهى الشوط، لكنه في شيء كثير لسه في ساعة الحكم، لأنه في لاعب
اتلعبت الكرة. يا سمير، فرصة في آخر لحظة قدام الجون وتجي له الكرة وتطيرها برا وضيع فرصة على الهلال. على كل زي ما قلت مباراة جميلة وممتعة، وشفنا الهلال بوضع غير الهلال اللي بنشوفه كل مرة. شوف مباراة جميلة من الهلال اليوم، وبالنصر كمان بذل مجهود ورسم انه للفوز من الاول وسجل هدفين، ولكن زميله الهلال حصلوا بالهدفين ورجع مرة ثانية النصر جاب هدف ثالث، وكانت نتيجة الشوط الأول 2 للنصر لا شيء للهلال، والهلال استطاع في الشوط الثاني انه يسجل هدفين والنصر كمان سجل هدف. ومباراة جميلة ممتعة بين العمالقة، بين الهلال وبين النصر. والكرة مع سالم مروان ديها لابراهيم مرزوق وماشي وتصدم في الحبشي، تطلع برا اوت للنصر، ياخدها ابراهيم مرزوق وبرميها، يديها للنقر، النقر ماشي بيحاول واحد وسايبها لابراهيم مرزوق ويشوطها طويله بيجري عليها سعد السدحان لكنها برا. ترمي الاوت تروح لناصر الشاي قدام لسمير، تنقطع يقطعها ابراهيم مرزوق، ناصر الجوهر ويرسل كوره طويله بين سعد السدحان اللي بتيجي الكوره في يده ويطلع ابراهيم اليوسف لكن بحصلها ويبعدها طلعها برا اوت. بذل فيها مجهود، ولولا كده كان ممكن سعد السدحان يلعب الكوره لعبه خطيره. احنا في اللحظات الاخيره من المباراه لعب الكره على النجر، خالد التركي بيحاول وبيشوطها وطلعها برا، وبرضه بيضيع فرصه خالد على النصر. ابراهيم يوسف يدي الكره الغازي سعيد ماشي بيلعبها بسرعه للعمده، العمده بيرجعها الغازي ثاني، الهلال بيحاول انه يجيب تعادل وبينظم، تنقطع يقطعها محمد سعد يرسلها طويله بيجري سعد سدحان لكنها طويله ويسيبها تطلع برا اوت. وشوط ابراهيم اليوسف كوره تروح عند الحبشي عند ابراهيم مرزوق يبعدها، ياخدها محمد سعد يجري بيها ويباصيها لخالد التركي، خالد التركي يلعبها لسعد السدحان، سعد السدحان في مربع رقم 1 يستنى عليها ويتأنى ويلعبها على راس خالد التركي في الزاويه وتخبط في الماسوره وترجع مره ثانيه ويشوطها يوسف خميس. خالد لعب لعبه حلوه وتصدم في الماسوره وترجع مره ثانيه وتطلع برا اوت. لعبه جميله المباراه اليوم، مباراه حلوه بين الهلال وبين النصر، مباراه الموسم. ابراهيم بيشوط، ناصر الجوهر والعمده تروح اخيرا ليوسف خميس، لسعد السدحان ثاني، يخشوا عليه نفرين وخدها يجروا وراه نفرين، طبعا واحد يقفل وواحد ياخذ وفعلا خدوها منه، تروح للعمده، العمده ماشي، الهلال لاخر لحظه بيلعب وماشي وبرضه ماشي، والكره تروح تطلع برا اوت. فهد عبد الواحد بيرفع الكورنر وبراسه جول، براسه بشير ويسجل التعادل
في آخر ثانية، في آخر ثانية، في آخر الدقائق كورة اتلعبت. فهد عبد الواحد يرفع كورة ويلعبها بشير الغول طويل ويسجل هدف ثالث، ويصبح التعادل في أروع مباراة بنشاهدها. بشير النقر بيلعب، أنا قلت لسه في، ويصفر الحكم وتنتهي. سيداتي سادتي، هذه المباراة الرائعة الجميلة الممتعة بتعادل الفريقين بين النصر والهلال، 3 أهداف لكل فريق، ويصبح بذلك الهلال 8 نقاط والنصر 7 نقط. وأترك سيداتي سادتي الميكروفون للزميل الأستاذ أحمد حريري. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، انتهى هذا اللقاء الرائع بين